اسمعني كويس، ده مش انمي عادي، ده جحيم على هيئة قصة مصاصين دماء. بس مش اي مصاصين، دول ملوك الليل، وحوش ما بيعرفوش الرحمة. كل شخصية هنا معمولة من نار، وكل قتال بيكسر قوانين الفيزياء ويخلي قلبك يدق ألف مرة. لو بتحب الاكشن، الغموض، الشخصيات التقيلة، والقصص اللي تخليك تقول يا لهوي، فانت في المكان الصح. انزل دلوقتي دوس لايك وسبسكرايب لو عايز تشوف باقي السلسلة النارية دي، وخليك للآخر لأن النهاية ولا حتى الشياطين كانت مستعدة لها. بيبتدي الانمي بتاعنا في ليلة اكتمال القمر الأحمر، وفي ساحة كبيرة في المدينة كانت فيها حفلة والناس عايشين حياتهم. بصوا، هم مش عايشين قوي، أو مش كلهم عايشين. بص ركز وهتفهم. أصل نص اللي في المكان دول مصاصين دماء، فنسيبهم بقى ونطلع بره. كان السيد سيمون والمساعدة بتاعته واقفين بالعربية عشان ياخدوا يوليوس وباقي الفريق، عشان عندهم مهمة. المهمة فعلا. نرجع بقى للحفلة اللي فجأة مصاصين الدماء بيتحولوا لحظة ظهور القمر، ويخلصوا على البشر الموجودين. كل ده تحت عيون السيد كير النائب الزعيم، اللي بيعرف إن الصيادين قربوا يوصلوا، فبيسيب الحفلة وبيمشي وهو مضايق. ما هو ما كانش وقتهم برضه الصيادين دول. السيد سيمون ورجالته بقى بيحضروا في المكان، ولسه بيقول لهم أهم حاجة التعاون يا شباب، ومحدش يسبق التعليمات. هوب، يوليوس بيسيبهم يتعاونوا وبيتحرك. هو بيبقى سريع ورشيق جدا. التعليمات طيبة يوليوس، ولم يسمعهم حتى، وبينط جوه الحافلة اللي كلها مصاصين دماء، ويطلع سلاحه الجامد ده وهاتك ضرب وتقطيع فيهم. وحتى أصحابه بينزلوا وراه بسرعة عشان ينقذوا الموقف، والموجودين مش بياخدوا في إيدهم غلوة، وكان الفريق مخلص عليهم كلهم. وبعدها فيليب، وده أصغر واحد في الفريق، بيقول له بقول لك إيه يا نجم، بلاش الحركات دي، اسمع الكلام عشان محدش يتأذى. بس يوليوس ولا بيسمعه. بعدها السيد سيمون بياخد الفريق ويطلعوا على السفينة اللي رايحة اليابان. وهم في الطريق السيد سيمون بيتكلم مع يوليوس ويقول له انت عارف ان اللي عملته غلط؟ الشغل مع الفريق هو سبب نجاحنا دايما يا يوليوس يا ابني. ففعلا يوليوس بيعتذر منه. بيوصلوا بقى لليابان، والمكان هناك يا صديقي كان متكهرب، مشاكل وصراعات وناس بتموت وبيختفوا كل يوم، زي جريمة قتل عيلة المحافظ. والشرطة نسبوا الجريمة بشكل مبدئي كده لحزب المعارضة. في الوقت بقى اللي سيد سيمون وفريقه بيوصلوا، بتشوف شاب واقف بيراقبهم من بعيد. ايوه يا صديقي، هو اللي ماسك الجريده ده. ويقول له لزميله ان الشرطه ما صدقوا لقوا حد يعلقوا عليه جريمه، لكن في الحقيقه حزب المعارضه ملوش ذنب. في مكان تاني بقى، وخصوصا بيت الحاكم العالم السيد كيوزاكي، كانت بنته ريوكو بتتدرب على المبارزه. والظاهر ان البنت دي شاطره قوي في المبارزه. وساعتها بيوصل السيد سيمون والفريق لبيتها، وريوكو اول ما بتشوف يوليوس بتعجب بيه. السيد سيمون بيقعد مع السيد كيوزاكي، اللي بيفضل يصارعنا بقى بالحروب الأهلية والمشاكل النووية والاختفاءات الجبلية. فسيمون بيمسك في حوار الاختفاءات ده ويقول له احكي لي بقى كل حاجة. أما بنته ليوكو فبتنزل وبتتجه ناحية يوليوس. مساء الخير، منور بينا والله، بس القمر منين؟ فيقول لها من الفلبين، وجايين عشان نشارك أبوكي في شركة الشحن. اهمدي بقى ها. وبيسيبها وبيمشي. أما الفريق بقى فكانوا قاعدين بياخدوا نفسهم على ما يبدأوا المهمة الجديدة. والسيد سيمون بيعرف من النبيل كيوزاكي إن هم شاكين في شاب مجرم، كان يعتبر ضابط قديم في الجيش ودلوقتي هو بلطجي مجرم. فسيمون بيقول له سيب الموضوع عليا وأنا هحقق فيه. بالصدفة بقى بنشوف نفس الشخص اللي هم بيتهموه إن هو القاتل، وكان محبوس، وطلعت اللي حبسته هي مساعد السيد كير. وفي قسم الشرطة كان المدير بيشد في شعره بسبب كمية الجرائم، وإن كل ده بسبب شخص واحد وهما مش عارفين يمسكوه رغم إن معاهم صورة. بيقطعهم بقى السيد سيمون، ومدير القسم بيتعامل معاه معاملة خاصة لأن التوصية جاي من رئيس الوزراء بنفسه. فبيجيبوا كل الملفات اللي خاصة بالناس اللي ماتوا. بس ده مش بيوقف المصاصين الدماء، بالعكس دول بيهجموا على بيوت كتير وضحاياهم بيبقوا أكتر. الوقت بقى اللي كان فيه السيد سيمون والمساعدة بتاعته قاعدين بيحققوا فيه الموضوع، ساعتها بيجي بلاغ بسرعة لرئيس الشرطة إن في ناس اتقتلوا تاني. فالشرطة بتتحرك في اتجاه، والسيد سيمون بياخد رجالته ويتحركوا هم كمان في الاتجاه التاني. وهم في العربية بيقعدوا يفكروا ويقولوا ازاي شخص زي ده يعمل كمية الجرائم دي. ساعتها فيليب بيقول لهم يا جماعة معلش خدوا من وقتكم دقيقة ونص تفكير، هتتأكدوا إن كل الجرائم دي أكيد مش من فعل شخص. فبيتأكد وقتها إن البلاوي دي من فعل مصاصين الدماء. مين بقى أدرك الحوار ده قبلهم؟ أيوه، هو ابن الجميل يوليوس، اللي بيقف في شارع مستخبي كده، وأول ما بتعدي من جنبه البنت مصاصة الدماء أم عين حمراء. بيقول لها أما أنت شاطرة قوي في التنكر، الشرطة أكيد مش هتشك في واحدة جميلة زيك، بس أنا بالنسبة لي فأنت ريحتك معفنة شبه السمك النتن، يا مصاص الدماء يا أم عين حمراء.
وهي بصراحة بتتضايق من كلمة أم عين حمرا دي، فبتلف له بقى وبتدخل هي ويوليوس بقى في معركة جامدة، ضرب وتلطيش. بس بتلاقي الواد صحته حلوة، فبتاخد نفسها وتطلع تجري وتخلص على الضباط اللي بيقابلوها عشان محدش يعرف حقيقته. لكن بتيجي المساعدة وبتضرب عليها نار وتقول لها انتهى زمن الهربي، الصيادين وصلوا خلاص. ويحاصرها فيليب كمان بالعربية، وكده بقت محاصرة من كل الاتجاهات. لكن فجأة بتيجي عربية وبتضرب عليهم نار، وياخدوا البنت مصاصة الدماء أم عين حمرا وبيهربوا من المكان ده على طول. بس على مين؟ يوليوس كان وراهم، وفضل يجري ويتشقلب لحد ما وصل فوق أعلى مبنى في المدينة، وقدر يعرف مكانها. وقام نط لعربية أصحابه وقال لهم لا سرهوا شوية كده، أنا عايز أوصل لعربية البنت دي. وفعلا بيتحركوا لحد ما بيوصل عند العربية وبينط فوق منها، وأصحابه ورا بيقولوا له يا عم ما تتهورش، يا بوس إيدك يا ابني هتموتنا كلنا، الآخر في بيتك. وهو لا هو هنا مصاصين الدماء بيحاولوا ان هم يضربوا عليه نار من العربيه، لكن على مين؟ يوليوس بيديهم واحده بالسيف بتاعه، بيخلص على اللي بيسوق العربيه، والعربيه بتتخبط وبتولع وما بيطلعش منها غير البنت مصاصه الدماء. وبتدور ما بينهم هما الاتنين بقى معركه قويه جدا. البنت دي بتبقى قويه وبتقوم ضوحاها طويله وبتحاول تغرز ضوافرها في رقبه جوليوس، بس بتتصدم لما بتلاقي عينيه فجاه اتغير لونها للازرق، وبتصرخ وقتها وبتقول له مستحيل انت من السيريس، وبتحاول انها تهرب منه. بس على مين؟ يوليوس بيقدر يقطع ايديها ويقطع رجليها، والمفروض ان هي كده بقى ماتت خلاص. لكن ده ما بيحصلش لانها بتقدر تطير، وكانت بتحاول انها تهرب منه، لكن يوليوس حالف طلق ثلاثة ما يسيبهاش ويطلع يجري وراها، وبينط نطة قوية جدا ولسه غرس السكينة في قلبها. بيجي واحد شعر ابيض كان واقف بعيد ويضربه طلقة في كتف يوليوس. نسيبهم احنا بقى هنا ونروح لقائد مصاصين الدماء اللي بيجيله رسالة فيها إن الصيادين وصلوا اليابان. وساعتها بقى بيقول حاجة غريبة قوي، بيبتسم ويقول أنا عارف إنه قوي ومناقيره قوية، بس هو يقصد مين؟ ما نعرفش. الحمد لله بيقدروا أصحاب يوليوس إنهم ينجبوه، ويصحى من غيبوبته دي بيلاقي قدامه طفلة جميلة وبتقول بابا بابا صحي يا بابا. وباباها ده بيكون دكتور وهو اللي عالج يوليوس، والطفلة دي اسمها ساكي، وبتبقى لمة جدا زيك كده يا صديقتي. بتفضل تسأل يوليوس عن بلده ولون شعره وعينيه، بس هو مش بيتضايق. ولما بيلاحظ إنها زعلان عشان أبوها راح المعمل بتاعه، يوليوس بيقعد معاها. بيجي بقى السيد سايمون، وساكي بتخاف من الشاب القوي جدا. أما السيد سايمون فكالعادة بيلوم يوليوس على تسرعه، بس هو بيشرح له إن وجود مصاصين الدماء قدامه بيحسسه إن في سم بيمشي في عروقه، مش بيقدر يشوفهم ولا يشم رائحتهم الكريهة. لكن السيد سايمون بيحذره لأن هو عرض نفسه وكل اللي معاه للخطر، ويقول له إنه ممنوع من الخروج من بيت الدكتور لحد ما يكمل سلامته، وإن فيليب والشاب القوي هيفضلوا معاه لحد ما يقوم بالسلامة عشان ما يعملش حاجة مجنونة تاني. ورغم إنه كان متضايق بس بيسمع الكلام من غير النقاش. وبالليل يوليوس بيلاقي ساكي جاية تخبط عليه وبتقول له إن هي مش عارفة تنام، وإن أبوها دايما في المعمل ومامتها فوق في السماء. فبتصعب على يوليوس وياخدها عشان يقرا لها قصة، وهي بتفضل تحكي له عن أبوها اللي ما قدرش ينقذ أمها من الموت رغم إنه دكتور. عشان كده من يوم موتها وهو بيحاول يخترع حاجة بيقول إن مراته لو كانت عايشة هتنبهر بيها. ومن ساعتها ساكي عايشة لوحدها، وبدأت تحب يوليوس عشان سهر معاها، وكمان بتناديه يا أخويا الكبير، وهو بيفرح باللقب ده قوي. على الجانب التاني بقى يا صديقي كان في مجموعة من الشباب، ومنهم الشاب اللي كان بيراقب السيد سايمون وفريقه من أول ما وصلوا اليابان، وكانوا بيحاولوا يعرفوا مين هو السيد سايمون. ما نعرفش هم ليه شغالين دماغهم قوي كده بموضوع زي ده، بس هتعرف قدام. في الوقت ده السيد سايمون بيروح لبار، وهناك بيقابل صاحب المكان ويقول له كلمة غريبة وبنفهم إنها كلمة سر، وبيطلع الشخص ده تبع المخابرات. فبيعرض السيد سايمون وبيتكلم معاه، بيعرفوا الجاسوس إن مصاصين الدماء ما شاء الله عليهم بقالهم فترة بيجيبوا سلاح من كل حتة، وكمان سمعت إنهم بيتعاونوا مع قائد الساموراي. ده راجل مجنون كده بيرفض أي حاجة متطورة وعاوز الناس يرجعوا يحاربوا بالسيوف القديمة. والله هو كلامه يحترم وكل حاجة، بس كل وقت وليها أذان. أما يوليوس فأخيرا قدر يقوم ويتحرك، وفيليب كان مستغرب منه، يعني إزاي واحد لسه كان بيموت امبارح قدر النهارده بكل بساطة يقوم ويتحرك وبينزل يلعب مع الطفلة كمان. هنا بقى مدبرة المنزل بتقول له أكيد بسبب الدكتور، لأن كان دكتور كبير متخصص في جراحة القلب، بس بعد موت مراته للأسف قفلوا المستشفى بتاعه. لكنه دلوقتي بيخترع جهاز عشان يعالج قلب الإنسان بدقة، وهي دي الحاجة اللي شغالة.
أما يوليوس بار فبيقعد مع البنت ساكي وبيهتم معاها بالمحاصيل الزراعية بتاعها، وهي بتفرح قوي لأن هي بتحب الزراعة زي أمها. وبتسأل ساكي يوليوس عن أمه، فيقول لها إن هي كمان في السماء، وشكل أمهاتهم عاملين دوتو سوا. نرجع بقى لريوكو اللي كانت بتتدرب في أمان الله، لكن فجأة عرفت بخبر إصابة يوليوس، وقتها كان أبوها والسيد سايمون بيتكلموا عن موضوع الاختفاءات ده. عشان كده هو هياخد الفريق ويروحوا لمدينة تانية، وهناك هيلاقوا الإجابات اللي هم عايزينها. بس بتقاطعهم ريوكو اللي بتدخل وهي خايفة وبتسأل أبوها عن يوليوس. السيد سايمون بيطمنها ويطلب منها تهتم بتدريباتها. يوليوس بخير في مكان تاني، بس الموضوع بيكبر في دماغ يوكو، فبتروح لمعلمها وتقول له بص بقى أنا هعمل معاك صفقة، هكسبك وتقول لي يوليوس فين دلوقتي. والبت دي صحتها حلوة وهو مش بيقدر يخبى عليها، وبيعرفها المكان. فاكرين بقى البت مصاصة الدماء؟ أيوه هي أم عيون حمراء. السيد كير بيقدر يعالجها وبيركب لها أطراف صناعية، بس بيقول لها لازم تصلحي أخطائك عشان نقعد نشتغل تاني مع بعض بدل ما أقتلك بإيدي. نرجع بقى للسيد سايمون اللي بيقول لفريقه إن شاك إن في علاقة بين السامورايز مصاصين الدماء وبين اختفاء الدكاترة غير مبررة ده. ساعتها فيليب بيدخل أوضة الدكتور أبو ساكي، وهو ما كانش يقصد، بس سبحان الله الحاجات المهمة بتيجي صدف، لأنه بيقدر يشوف الجهاز اللي كان شغال عليه وبيطلع إيه؟ جهاز عبارة عن قلب صناعي. ويتصل فيليب على السيد سايمون ويحكي له اللي هو شافه، وبعدها بينزل يقعد مع ساكي ويوليوس. وبتلاحظ ساكي إن فيليب بيحاول ينتقد يوليوس على كل حاجة، فبتروح تتكلم معاه وبتسأله هو أنت بتكره أب يوليوس ليه؟ بس فيليب يتكسف ويقول لها إحنا كنا أصحاب لحد ما حصل شوية حاجات كده. ساعتها أبو ساكي بيجي وبيحضن ساكي ويقول لها إنه خلاص خلص الاختراع بتاعه، ودلوقتي كل وقته بقى بتاعه. البت بتفرح قوي وبتحضن أبوها في لحظة حنونة جميلة جدا. بس زي ما بيقولوا الغدر بيجي من أقرب الناس، عشان بنشوف مدبرة المنزل بتروح تقابل البت مصاصة الدماء وتقول لها على الاختراع الدكتور وإنه خلصه وكل ده مقابل فلوس. فمصاصة الدماء بتقول لها مش انتي كنت تابعي؟ بس أنا بكره الخونة، وتخلص عليها. بصراحة تستاهل. السيد سايمون والمساعدة بقى بيفضلوا يدوروا ورا الساموراي، وبيتفاجئوا إن كل الدكاترة اللي اتقتلوا كان بينهم عامل مشترك واحد بس، وهو إنهم كلهم بيصنعوا أجزاء صناعية زي أعضاء البشر، يعني عين، رجل، راس صناعية وهكذا. فبيحس سايمون إن في مصيبة جاية في طريقه، ويحاول بسرعة يتحرك بالعربية، بس بيجيله الشاب اللي بيراقبه من أول حلقة، وبيعرفه إنه صحفي اسمه كي وعاوز يقعد معاه شوية، وكمان بيخلي زميله يقفل عليهم بالعربية. ما هي كانت ناقصاك يا أخي كي أنت كمان. في البيت الدكتور بقى كانوا قاعدين عشان العشاء وكل فرحان والدنيا جميلة، بس فجأة النور بيتقطع وبيهجم عليهم قصاصين الدماء من كل حتة. فيليب بيجيب السلاح ويخلص عليهم، بس للأسف البت مصاص الدماء بتهجم على الدكتور ومش بترضى تسيبه غير لما بتعضه وبتحوله. ووقتها يوليوس بيتعصب ويهجم عليها. بيدخلوا هما الاتنين في قتال، وكل واحد فيهم بيبقى عاوز ينتقم من التاني. وفلت بيشيء ساكي ويحاول يبعدها عن أبوها، بس هو بيضربها عشان كان عاوز يقتل ساكي. ومن الصدف السعيدة بقى إن ريوكو كانت جايبة فاكهة وجاية تطمن على يوليوس، ما هي كانت ناقصاها هي كمان، وبتشوف كل حاجة. ويوليوس بيحارب مصاص الدماء ويقول لها بس تعرفي ريحتك لسه وحشة، وبحركة جامدة بيقدر يكسر السيف اللي في رجليها ويرشق السلاح بتاعه في قلبها، ويرمي السكينة بيخلص على الدكتور قبل ما يقتل بنته. كل ده في حركة واحدة، جامد. بس للأسف المعمل بينفجر بعد ما ياخدوا القلب الصناعي، ويطلع يوليوس ويشوفوا من هم بيتحركوا بمركب ولسه هيروح وراهم. بيجي شخص ويضربه، بس بقى أقوى من يوليوس، ولما بتشوف وشه بيطلع نفس الشخص اللي ضرب عليه نار، بس الصدمة الحقيقية لما بيقول له يا أخي. بعدها بيجي الصحافة والضباط، بس مش بيلاقوا أي حاجة غير شوية رماد وحاجات غريبة. السيد سايمون بقى بياخد فريقه وبيمشوا من المكان بسرعة. أما بقى في اسم الشرطة الضابط بيترعب وبيروح يحكي كل حاجة لمديره، وكانوا عاوزين برضه يوقعوا كل حاجة على المعارضة، بس المدير واللي بالصدفة بيطلع هو نفسه الصحفي. لأ، أنا بدأت أستغرب الراجل ده بصراحة. وعشان ما تتلخبطش فكاي هو ضابط مخابرات ومهمته يعرف مين هو السيد سايمون وفريقه. بعدها بقى في المدرسة كانت ريوكو قاعدة في الحصة بس تفكيرها كله مع اللي شافته امبارح وازاي يوليوس سريع وقوي كده، وصاحبتها بيشوفها شردانة كده بيقول بس البنت دي أكيد بتحب، وهي بتتحرج بس سمايفت بقى أي إحراج وهي أصلا واقعة لشوشتها. نسيبهم ونروح ليوليوس اللي كان تفكيره مع ساكي، بس فيليب بيقول له إن عيلة باباها جم خدوها. يوليوس بيتضايق لأنها طفلة وكانت متعلقة بابوها، بس فيليب بيقول له إن العيلة بالنسبة للطفل هي كل حاجة، وبيسيبه وبيمشي. ويوليوس بقى بيفضل يفتكر عيلته، وبنشوفه هو لسه الطفل عنده 5 سنين وكان بيحاول يصطاد غزالة
لكن أخوه بيجي ويصطادها هو مكانه، وبيطلع إن أخوه شعره رمادي وعينيه زرقاء، نفس الشخص اللي شفناه قبل كده. بس بتبقى علاقتهم حلوة جدا، وبيفضل يوليوس يقول له تعرف لو ما كنتش نشنت انت كان زماني اصطدتها. واخوه الكبير ميخائيل بيضحك ويقول له خلاص يا عم لما نرجع القرية قول لهم ان انت اللي اصطدتها. فيوليوس بيفرح، بس ميخائيل بيقول له انت صدقت هنس يا فاشل. بيرجعوا لقرية كان أهلها ناس بسيطة قوي، والكل بيفرح بالصيدة والجامدة دي، وميخائيل بيقول لهم إن يوليوس هو اللي اصطاد، بس هو بيخجل ويقول لهم لأ ميخائيل هو اللي شاطر في الصيد، ويضحك الكل على براءته. وبعدها الكل بيجتمعوا في بيت زعيم القرية اللي هو نفسه جد يوليوس وميخائيل، وياكلوا عنه زي كل يوم وهو بيمشوا. بيظهر على الجد القلق وبيسأل الأم عن أبو ميخائيل، فبتقول له إنه لسه ما جهاش بس أكيد هيجي. لكن الحظ بيقول لها صعب قوي، مهمته دي مش هتخليه يرجع تاني، وإنه يدور على كنز السيريوس اللي هم قبيلته عشان يرجع مجد القبيلة من تاني. وبيبص الجد على ميخائيل ويقول لها بس حفيدي كبر وخلاص هيبقى مكاني على ما أبوه يجي. يوليوس بقى بيصحي فالكل بيسكت، وأمه بتقول له إن عيد ميلاده قرب وهي بتجهز له هدية مخصوص عشانه، فبيفرح جدا أيام ما كان مش بيحلم بحاجة. بيفوق يوليوس من الأفكار دي، وبنلاحظ إن أصحابه بيحاولوا يتكلموا معاه بس هو كان عاوز يفضل لوحده، لحد ما بيجي السيد سايمون وبيقعدوا مع بعض وبيفتكر يوليوس باقي ذكرياته. يوم ما صحي على صوت خبط قوي، ولما نزل لقى وحوش غريبة وأخوه ميخائيل كان بيقاتلهم، وقال له إن دول مصاصين دماء. بس الصدمة بقى إن أمه كانت صابت، وبتقول لميخائيل إن هي اللي هتموت وتطلب منه ياخد يوليوس ويهربوا فورا. ميخائيل عشان الكبير العاقل بيطيع كلام أمه، بس يوليوس بيرفض يسيبها، فبتاخد الكوفية اللي لسه مش مخلصتهاش وبتديله ليوليوس وبتقول له دي هديتك اللي ليه مخلصتهاش، وتكون بين ايديهم. بيتحركوا الاخوات وبنعرف ان كل اهل القرية ماتوا، ما عادش غير ميخائيل ويوليوس من قبيلة السيريوس. وبعد شوية مشي يوليوس بيلاحظ ان الجو بقى هادي، بس ميخائيل بيقول له خلي بالك من نفسك ونام كويس، واهم حاجة تفضل تعافر. يوليوس مش بيفهمه، بس للأسف دي كانت كلمات الوداع من قلب ميخائيل الحزين اللي بيرفع سلاحه في وش المصاصين الدماء وبيحاول يحاربهم بكل قوته وبإيده الصغيرة. ولما يوليوس بيحاول يدافع عنه ميخائيل بيزقه بعيد عنه عشان ينجيه، ورغم كده في واحد منهم بيروح وراه. يوليوس بيفوق من الذكريات دي كلها ويقوله للبروفيسور سايمون إن شفت أخويا ميخائيل، بس سايمون بيقول له إن بالوصف ده فأكيد أخوك عمل اتفاق مع الشيطان وبكده بقى مصاص دماء وخطر عليك. لكن يوليوس بيرفض يصدق الفكرة دي ويقول له حتى لو كان مصاص دماء أخويا أنا عمري ما هحاربه أبدا. البروفيسور سايمون بيحاول يهديه ويطلب منه يفكر بعقله، العواطف مش هتفيد بحاجة، وبيسيبه وبيمشي. وقتها كانت ريوكو موجودة وبتحاول تدخل ليوليوس، لكن هو بيطلع وهو متعصب فبتروح وراه، ويوليوس بيفتكر بقى إيه اللي حصل لما فضل يتزحلق على التل ومصاص دماء وراه لحد ما قدر يمسكه. ويوليوس كان بيحاول يدافع عن نفسه بإيده الصغيرة دي لحد ما مصاص الدماء عمل أغبى حركة، مات بسبب إنه قطع الكوفية بتاعت يوليوس. يوليوس بقى بيتحمل، وفجأة بتتجمع فيه كل طاقة السيريوس اللي بتخليه يطير ويخلص على مصاصة الدماء في ثواني. وقتها يوليوس من الغضب كان هيتحول، بس ريوكو بتروح وراه فبيبص لها قوة ويقول لها إيه مش خايف مني؟ وعلى غير المتوقع ريوكو بتقول له لأ بالعكس شكلك جذاب أكتر، لأ البنت دي مجنونة رسمي. يوليوس بيهدأ ويحس إنه مش وحش لأول مرة في حياته، وبتحاول ريوكو تفهم منه اللي حصل في بيت الدكتور، بس هو بيقول لها كل ما انت شفتي كل حاجة تبقى عرفتي إني صياد مصاصين الدماء، ويقول لها دي حياتي فأحسن ليكي تبعدي عني، بس هي ولا بتهتم بكلامه. أما بقى البروفيسور سايمون فيروح البار وبيسهر مع صديقه الجاسوس وبيكون نادم، وبنعرف إن هو أنقذ يوليوس من مصاصين الدماء وأخده معاه بعد ما انفصل عن أخوه، وقال له إن أخوه مات. ويوليوس فضل يعيط ويقول كان لازم تنقذ أخويا ومش مهم أنا. ومن وقتها البروفيسور سايمون هو اللي ربى يوليوس، بس واضح عليه إنه مخبي سر كبير. الغريب بقى إن مساعد زعيم مصاصي الدماء بيروح لزعيم الساموراي وبيقول له الزعيم بيقول لك شكرا بس مش عاوزين نشوف وشك تاني، خلاص بقى اللي عاوزينه خدناه. فزعيم الساموراي بيقول له يا راجل ده بحول خالص، هي الدنيا اديتك حاجة يا مصاص؟ قال له لا. بيقول له طب خد دي من عمه ويخلص عليه ويلبس الطاقية بتاعته ويقول لرجالته انتهى عصر مصاصي الدماء وجي عصرنا، يلا بينا نخلص على الوحوش. ساعتها بقى كان فريق البروفيسور سيمون قاعدين بيدوروا في آخر الجرايم الخاصة بحزب المعارضة أو الساموراي، ولما مش بيلاقوا أي حاجة بيقولوا بس يبقى هم قدروا يوصلوا لكل الأعضاء اللي محتاجينها، وده حاجة مش كويسة خالص. ويتخانق فيليب مع الشاب القوي عشان هو تاب من شيل الكتب،
بيقول لهم يوليوس انا هروح اجيبهم. ساعتها بتيجي ريوكو وبتقول لهم ان ابوها عزمهم على الغدا وكل حاجه كانت ماشيه تمام، لحد ما ريوكو بتشوف يوليوس قدامها فبترتبك جدا وبتتكسف وبتتلخبط وبتمشي بسرعه. ساعتها الكل بيلاحظ ان هي معجبه بيوليوس، بس طبعا ما حدش يقدر يقول حاجه. على الجانب التاني وفي واحدة من الشركات الكبيرة بيكون البروفيسور سيمون بيقابل مدير الشركة، وبنفهم إن سيمون بيحاول إنه ياخد منه معلومات، وفي نفس الوقت لو حد بيراقبه ما يشكش إنه رجل أعمال. بس من حظ البروفيسور سيمون إن صحفي كاي كان مراقبه ودخل وراه في الأسانسير وقال له أنا عارف إن ليك علاقة بموت الدكتور، مش أنت برضه كنت رايح له يومها؟ سيمون مش بيرد عليه وبيحاول يغير الموضوع، بس كاي بيقول له إنه عارف إن ليك يد في كل اللي بيحصل وإن مش هيهدى غير لما يوصل لإجابة واضحة. لما بيخرج كاي من الشركة بيركب عربية وبيطلع إن رئيس الجيش كان مستنيه، وبنعرف إن هو اللي رشح كاي للمهمة دي وطلب منه يركز على سيمون وفريقه. وبيظهر من كلام كاي إنه ضابط مخابرات ذكي جدا. أما البروفيسور سيمون فبيرجع لفريقه متضايق من اللي حصل وبيفكر معاهم، بس مش بخصوص كاي، لا خالص، هو ولا حطه في دماغه أصلا، بس بيفكر في موضوع مصاصي الدماء وخطة الجاية وليه كانوا بيسرقوا الحاجات دي. بس يوليوس بيكون عنده خطة وبعد شوية هتعرف ايه هي الخطة دي. على الجانب التاني بقى كاي بيرجع لمكتبه وبيلم همومه بسرعة، وبنعرف انه هيسافر الصبح على اول اطار رايح لمدينة سوهان. في بيت المحافظة بقى بيقعد الفريق ياكلوا مع المحافظ، والسيد سيمون بيقول له ان في واحد من فريقه هيسافر عشان ينجز المهمة اللي في مدينة سوهان. فريوكو بتقلق وبتسأله يا ترى مين فيهم اللي هيسافر. مساعدة البروفيسور بتفهم قصدها وبتقول لها اللي هيسافر هو يوليوس، وبتفضل تضايقها وتقول لها ان هي هتاخد بالها منه كويس. وريوكو بتتغير جدا وبتفضل تاكل لحد ما بتخلص الاكل كله، غيرتها جايه علينا بخساره. على الحدود بقى بنشوف عدد كبير جدا من الجنود وهم ميتين، غير حروق وتدمير في الاماكن اللي هم قاعدين فيها. وتفتكروا مين هيكون عمل كده غير زعيم مصاصي الدماء؟ وبعدها بياخد نفسه وبيروح لمكان زعماء مصاصي الدماء الكبار، ايوه هم الثلاثه اللي متشقلقين من رجليهم دول. وده مش قصر تعذيب ولا حاجه، دي نومتهم المفضله، مصاصي الدماء بقى وخفافيش والجو ده. ويقول لهم الزعيم يف ان حلمه بيوصل لكنز قبيل سيريوس، بس الزعماء بيقولوا له ان ده حلم قديم وسخيف وملوش اي دلاله اصلا، وبيطلبوا منه يسيبه من الكلام الفاضي ده ويركز مع شعب مصاصي الدماء. وهو كأي زعيم مصاص دماء محترم ولا بيعبرهم وبيسيبهم وبيمشي. بيطلع بقى بيلاقي تمارا وسمارة ودول بقى المساعدات بتوعه، بيقول لهم خبر كده، فبيقول لهم برافو يا بنات، تعالوا ورايا بقى عشان نطلع نخلص على كوكب، ما هو الكوكب مش ناقص غيركم الصراحه. تاني يوم في محطه القطار بنشوف ريوك الخبيثه اللي قدرت تتسلل وراحت ورا يوليوس والفريق عشان تبقى معاه، شكلها غلط عليه. في نفس الوقت ده كان الساموراي هجم على نفس الشركه اللي كان فيها البروفيسور سيمون من كام يوم، ودخلوا خلصوا على كل اللي فيها بدون رحمه. في الوقت ده بقى كان سيمون قاعد مع الجاسوس بتاعه في البور اللي فضل يتكلم معاه عن مصاصي الدماء، وبيعرف ان جماعه الساموراي كان بيدعمهم ماديا صاحب الشركه دي، واللي بيطلع مين بقى؟ هو نفسه كير، ايوه مساعد زعيم مصاصي الدماء. صحيح الدنيا دي طلعت اوضه وصاله. في القطر بقى كانت ريوكو عماله بتحاول تلاقي طريقه تقرب فيها من يوريوس، لدرجه ان اشترت بكل الفلوس اللي معاها اكل عشان يعني تلاقي حاجه تدخل تتكلم معاه بيها. بس فجاه يوليوس بيشم ريحه مصاصي الدماء وبيسيب القطر اللي هو فيه على اخر اللحظه وبيجري على القطر التاني، وطبعا ريوكو وراه. الصحفي كاي بقى وصلته معلومه ان كل اللي كانوا في الشركه ماتوا، فالراجل بيخاف لان اكيد في بلاوي ورا التصرف ده. بس لما بيعرف ان رئيس الجيش في القطر اللي جنبه بيروح بسرعه وبيركب القطر، وبكده بقى كاي ويوليوس وريوكو كلهم راكبين في نفس القطر. ومش هم بس كمان، ده كمان كيرو مع عالم مجنون كده بيكونوا راكبين في نفس القطار، وواضح ان هم بيخططوا لحاجه. وبنلاحظ على كير ان مش واثق في العالم المجنون ده خالص. اما يوليوس فمش بيقدر يشم ريحه مصاصي الدماء بسبب الدخان اللي داخل جوه القطر. فمساعده البروفيسور فبتجيب تذاكر جديده وبتقول ليوليوس ما تتحركش وهي هتروح تشوف الدنيا فيها ايه، عشان لو في مصاص دماء هنا فما ينفعش تحاربهم بسبب كتير من البشر. اما صحفي الجاي فبيقدر يدخل لرئيس الجيش بعد ما بيقرب للحارس المخابرات. يوليوس وهو قاعد في امان الله مستني يشم ريحه المصاص دماء تاني، فجاه بيلاقي اخوه ميكائيل قدامه. ميخائيل بيقعد مع يوليوس اللي بيلمس وش أخوه اللي يعتبر بقى مشوه، وبيحاول يحس بحنان أخوه زي زمان، بس ميخائيل بيبعد عنه ومش بيدي أي رد فعل، وبيقول له إنهم دلوقتي كل واحد فيهم بقى ليه العالم الخاص بتاعه، وبيشاور له على مصاصين الدماء اللي بيراقبوه. وبنعرف إن على الرغم إن ميخائيل بقى مصاص دماء لكن هم مش بيثقوا فيه خالص. وميخائيل بيقول ليوليوس إن دي آخر مرة هيقعدوا يتكلموا فيها مع بعض، لأن بعد كده لو اتقابلوا هيبقوا أعداء زي ما اتطلب منه يقتله قبل كده. بس هو اكتفى بضربة بالرصاصة في كتفه بس، وبيطلب منه طلب أخير إنه يحافظ على حياته كآخر حفيد لقبيلة إرسيريوس، وبيمشي. مساعدة البروفيسور بقى وهي بتمشي في القطر بتشوف ريوكو اللي الكوميساري قفشها وتحافظ عليها عشان يبلغ باباها،
بس المساعدة بتنقذها. أما بقى الصحفي كاي فبيروح يحكي كل اللي عرفه للمدير بتاعه، ورئيس الجيش بيتعصب، ومن كلامه كده بنفهم إنه عارف كل حاجة، ويقول للكاي إن الشركة والساموراي وشركائهم كلهم بيسعوا إنهم يبقوا كائن غريب ومرعب عشان يخلصوا على البشرية. ولا واحد الصدمة الكبيرة بقى، الكائن ده معاهم هنا على القطر، وكده بقى لازم يوقفوا القطر عشان ما يوصلش الكائن ده لإيد الزعيم ييف. بجد انا بقول لكم سيبوا البشريه في حلقه وهي هتنتهي لوحدها، والله ليه تعملوا مشاكل ولا منكم لله؟ لا الموضوع مش بيخلص كده، مستحيل، ده كمان الساموراي بيجيبوا العربيات بتاعتهم وماشيين ورا القطر، لا كده كتير بجد بقى. بحاولوا بقى يوقفوا. في وقتها كانت مساعده البروفيسور بتتكلم مع ريوكو وبتقول لها انتي بتحبي يوليوس؟ صح صح، اطلعي بالدول، انا عارفه حركات البلد دي. وبتحاول ريوكو تفهمها وجهه نظرها، بس فجأة كده بيحصل حركة غريبة في القطر والكل بيترعبوا، وبيطلع إن الساموراي يوقفوا القطر. مساعدة البروفيسور بتطلب من ريوكو تنزل الناس من القطر وتنزل هي كمان معاهم. أما كاي فكان عاوز يقعد ويتفرج، بس ميخائيل بيقنعه إنه يمشي عشان الساموراي أغبياء وهو هينقذ الوحش بتاعهم. أنا بقى رئيس الجيش بيقول لكاي وده أنت الرجالة وأنقذ الناس اللي في القطر يا كاي، وبيمشي هو برضه. والساموراي الأغبياء بقى فعلا بيهجموا على الضباط، وهاتك يا ضرب نار وقتل ولا بيهمهم حد، وبيدخلوا في اشتباك قوي. ولما بيدخلوا لجوه القطر بيدور زعيم الساموراي على مكان الكنز، الوحش اللي مصاصين دماء بنوه، وفعلا قدر يلاقي الوحش اللي بيطلع زي البشر بالظبط. فزعيم الساموراي بيفرح قوي بقى، وكمان لما بيلاقي الوحش بيتحرك نفس حركاته، وبيقول لهم بس ده بقى بتاعي خلاص. واصلا العالم المجنون هو اللي كان بيتحرك الوحش لانه بيقدر يتحكم فيه بدروع. وزعيم الساموراي بيقول لهم يلا نتحرك بالقطار بتاعنا. ساعتها الناس كانوا بيحاولوا يهربوا من القطر والساموراي كانوا سيطروا عليه، والناس بينطوا من القطر، وريوكو بترفض تهرب وتسيب يوليوس اللي هو نفسه كان بيساعد الناس يهربوا اصلا، بس افتكر اخوه ميخائيل ما قدرش يلف ظهره ويسيبه، ما قدرش يبعد عن اخر واحد في عيلته، عشان كده نطر بسرعه قوي للقطار التاني. والبروفيسور سيمون بقى كان اخيرا وصل، هو والرجاله جنب القطر كده وعرفوا اتجاههم وفضلوا بقى ماشيين جنبه. وزعيم الساموراي بقى بيعمل حركه غبيه، بيولع في نص القطر تقريبا، وبعدها بيقول بس ده الوحش بتاعي هو اللي عمل كده عشان يحميني من الاعداء. ده انت ربنا يعينك على دماغك دي والله. هوب يوم العالم المجنون يحرك الوحش الآلي ويخليه يشيل دماغ زعيم الساموراي من اساسها. يلا اهو ريح واستريح. اما كاي بقى فكان عمال يحارب في جنود الساموراي ومصاصين دماء هو وجنوده، وعلى الجانب التاني مساعدة البروفيسور هي كمان بتحارب لحد ما بيجي زمايله أخيرا، وتبدأ بقى المعركة اللي بجد، والشاب القوي بيفصل الجزء اللي فيه ناس عاديين ويبعدوا عن الجزء اللي كله ساموراي ومصاصين دماء. تقوم ريوكو نطت من القصر عشان تدخل معاهم في الحرب، لا مش ناوية تجيبها البر. والفريق بيشوفوا كاي اللي كان بيحارب فبتقوله طب ما انت ما طلعتش صحفي ولا حاجة اهو، وليه؟ فواحد من مصاصين الدماء كان هيهاجم المساعدة، بس ريوكو في ثانية بتخلص عليه بالسيف والكل بينبهر بمهارتها. لا شاطر همت ليك مستقبل. كاي بقى لما بيشوف ان الشخص ده اتحول لرماد بيصدق اللي زميله كان يقوله، وبيفهم ان الموضوع اكبر من الشركة والساموراي والعالم العبيط ده. اخونا يولش بقى بيقدر يوصل للمكان اللي فيه الوحش، بيعرفوا من ريحته وبيهجم عليه، وبيدخلوا في قتال طويل، وبيقدر يوريس يعصب الوحش لدرجة انه بيتحرك بقوة ويقطع الانابيب اللي كان توصله الدم اللي بيعيش عليها، وبيقدر يوريس بضربة جاب ضربة لحد ما بيجي مخيل ويقول له آخر مرة أنقذك يا يوليوس، ويدخل على الوحش بضربة قوية جايبة رقبته. وساعتها القطر بيتحرك من مكانه الطبيعي، وهوب بيتصدم وبيكسل القطر، وسبحان الله كلهم بيطلعوا عايشين. وميخائيل بيقول ليوليوس لو اتحولت وبقيت زي الوحش ده اقتلني، مش عاوز اموت على ايد اي حد. وبيوخد ميخائيل، ويوليوس قلبه بيتعثر على اخوه. بيرجع ميخائيل لكير، وهناك بيفضل العالم المجنون ده يلوم ميخائيل على كل حاجه وانه السبب في تدمير الوحش بتاعه، بس ميخائيل ولا كأنه فرق معاه، ويقول له انه خلص من معاناته ومن الكائن الفاشل اللي صنعه. وحتى كير مش بيلوم ميخائيل على اي حاجه، رغم انه بيكون شايف ان ميخائيل مش بيساعدهم هم. اما الفريق بقى فكانوا بيحاولوا يصلحوا العربيه اللي اتدمرت في المعركه الاخيره دي. وقتها البروفيسور سيمون كان قاعد مع يوليوس اللي حكى له عن اخوه ميخائيل، وبيحاول البروفيسور سيمون يقول ليوليوس ان اخوه خلاص بقى مصاص براء، يعني ما عادش الشخص الطيب اللي انقذ حياته قبل كده. ولما بيلاقي ان يوليوس لسه مصمم على اللي في دماغه بيقول له خلاص لو عاوز ما توقفش ضد اخوك بطل تبقى صياد وعيش حياتك عادي برضه عن مصاصين الدماء. لكن يوليوس بيرفض طبعا عشان عنده انتقام لازم يحققه. اما بقى السيد كوساكي فبيهزق بنته ريوكو بعد ما بيعرف على اللي عملته وانها هربت من البيت وراحت ورا يوليوس بدون علمه.
طبعا الاب بيتعصب ويحرمها من التدريب بالسيف، لكن ريوكو بتعترض وبتقول له يا حاج كوساكي، في حاجات كتير في الحياه المفروض اتعلمها، واهمهم اني اسيب بيتك ده واسافر واتغرب وابني حياتي بنفسي. ابوها بيقول لها طب وحياة شلبي ده لو خرجتي من البيت تاني يا ريوكو، انا دلعتك زياده يا بت. وهي طبعا ما كانتش طايقاه ولا طايقه شنبه. على الجانب التاني الصحفيين بقى كانوا شاكين ان موت مدير الشركه وموت زعيم الساموراي ليهم علاقه ببعض، والصحفي كاي كان نفسه يقول لهم كله بسبب مصاصين الدماء، بس طبعا بيخاف يقول له عليه مجنون وبيسيبهم وبيمشي من المكان قبل ما يعك الدنيا اكتر، وبيقول لهم يلا استبيكوا بقى واروح انا احتفل اني طلعت سليم من القطر. بعدها بقى بنشوف ريوكو اللي بتروح تتدرب لوحدها، وكانت متعصبه جدا من كل الكلام اللي ابوها قاله، بس بتروح وراها المساعده وبتقعد تتكلم معاها وتطلب منها ما تتضايقش من باباها لانه اكيد خايف عليها، وبتحكي لها انها كانت من عيله غنيه جدا وما عندهاش انتقام ولا اي حاجه تخليها تنضم لفريق البروفيسور سيمون، لكنها في يوم شافت حاجه ما كانش ينفع تشوفها وهم مصاصين الدماء، ففضلوا فتره يطردوها وعشان كده جمعت كل قوتها وانضمت لفريق. وكانت ريوكو معجبه جدا بيها وبشخصيتها وبتتمنى انها تعيش المغامرات اللي هي بتعيشها. وانا من موقعي هذا بقول لك يا ريوكو اهدي شويه يا حبيبتي وانت هتعيش مغامرات عمرك ما كنت تتخيليها. الصحفي كاي بقى بيتخفى وبيقابل الجاسوس اللي شغال في البار وبيديله معلومات مهمه عشان كان مفكره ان رجاله السيد سيمون، بس بعد ما اتاكد انه الصحفي كاي بيرجع على طول البار وبيحاول يتصل على السيد سيمون، بس للاسف مش بيلحق لان في حد بيدخل البار والجاسوس شكله بيتفزع وما بنعرفش هو مين. وبعد شويه بيجي السيد سيمون البار بس بيشوف اثار تكسير وتخبيط، فبيفهم ان في حاجه غلط، ولما بيدخل بيلاقي الجاسوس مرمي على الارض وواخد كام طلقه، وبيعرفوا ان مصاصين الدماء هجموا على المكان، والجاسوس بيديله ورقه وبيودعه قبل ما يموت وبيقول له اكمل المسيره، وبيكتشف سيمون ان في مصاص دماء في المكان وبيخلص عليهم. هو بيتصل بالمساعده ويقول لها تجهزي لان مصاصين الدماء هيجوا بنفسهم لحد عندنا عشان يخلصوا علينا. المساعده بتقول للفريق يلا يا شباب اجهزوا، وهم بيبقوا مبسوطين قوي بصراحه، وبتخلي يوليس يروح لريوكو وبيقول لها بما انك بقيت عارفه خلاص موضوع مصاصين الدماء ده ومصدقاهم، فبيطلب منك تاخدي باباكي وكل الناس اللي موجودين في القصر ويستخبوا في القبوه عشان مصاصين الدماء هيشرفونا النهارده وهم محتاجين يقعدوا معاهم قعده وديه كده. وريوكو طبعا وشها بيطلع فراشات وبتقول له عينيا الاتنين خلي بالك انت بس من نفسك يا سيوليوس، وبتتكلم على السين. الكل بيخرج سلاحه وبياخد وضعيه الحرب. ريوكو بتلبس لبس الساموراي وبتروح لباباها تقول له بقول لك ايه يا حاج يلا بينا وما تقلقش انا هحميك. باباها ما كانش فاهم هي عايزه ايه، بيطلب منها تسيب السيف وتبطل عبط، بس لما النور بيطلع عليهم مره واحده البنت بتشده من ايده وبيروحوا يستخبوا. اما مصاصين الدماء فبيوصلوا بالسلامه وبيبقى عددهم كبير جدا وبيبدا الفريق يحاربهم ويخلص عليهم. لكن المصيبه الاكبر بقى مش انهم ولعوا في نص القصر تقريبا، ولا ان في ناس كتير شافوا الحريق وكانوا جايين يشوفوا فيه ايه. المصيبه ان مساعد الزعيم كير ومعاه ميخائيل كانوا موجودين في المكان، وفجأة كده بيقرروا انهم يهجموا سوا. ساعتها بقى يوليس كان قاعد مع فيليب فبيسأله اللي هو بيكرهه او عايز ينتقم منه، وبنعرف ساعتها ان عيلة فيليب اتقتلت على ايد مصاص دماء، وبالصدفة بقى بيطلع ان اللي خلص عليهم ده كان واحد من قبيلة السيريس. لكن فيليب بيقول ليوليس انه ما كانش فيه اي ذنب، وان الراجل ده كان متحول اصلا لمصاص دماء، يعني ما كانش في وعيه. اي نعم هو في الاول كان بيكره يوليس، لكن حاليا هو عارف ان ملهوش ذنب في اي حاجه. وفجأة بقى بدون اي مقدمات بيظهر كير وميخائيل. هو كير بيهاجم على يوليوس وكان عايز يدخل في قتال معاه، ولما بيحاول ينقذه ميخائيل بيدخل وبيمسك من رقبته وكان هيخلص عليه، لكن يوليوس بيقدر انه يفلت من كير بحركه ذكيه ويروح يضرب ميخائيل، وبيبص هم الاثنين وبيقول انه مش هيمشي من هنا من غير فيليب. وبيزيد القتال بينهم وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما فجأة كده وبدون مقدمات وبيلاقوا فريق كبير من الجيش جاي للمكان، وهاتك يا ضرب في مصاصين الدماء، وبيطلع ان قائدهم هو كاي وكان جاي مع البروفيسور سيمون، وشكلهم كده اخيرا اتعاونوا مع بعض، والفريق كانوا مستغربين سبب انسحاب مصاصين الدماء. اما السيد كويزاكي بقى فبيتعصب لما بيلاقي الجيش جاي بيضرب بينهم، وكان بيحاول يخرج عشان ينقذ بيته من التدمير، لكن فجأة بيلاقي مصاصين الدماء هجموا عليه ويوروكا بتنقذه، ولما بيشوفهم وهم بيتحولوا الرماد بيترعب واخيرا بيصدق بنته. كار بقى لما بيشوف اللي حصل بيقول لميخائيل يخلص هو على يوليوس وبيختفي، وفعلا بيدخلوا في قتال قوي جدا، لكن ساعتها يوليوس بيرفض يأذي اخوه على عكس ميخائيل اللي بيفضل يضغط عليه عشان يضربه. ولما بيلاقي ان مفيش امل بيقول لاخوه انت عار على العيله واللي زيك مش هيحقق انتقامه عشان المفروض يخلص عليك حتى لو هو اخوك، بس يوليوس بيرفض ويقول له انه مستحيل يخلص عليه، بس ميخائيل بيفضل يستفزه، واخر حاجه بيقول له اسمد يا يوليوس وانتقم لقلتنا وبيختفي.
بيصرخ يوليوس من الغضب اللي كان حاسس بيه، ما كانش عاوز اخوه يختفي دلوقتي، هو مصدق بقى اصلا. كير بقى بيطلع عشان يهرب، بس بيلاقي البروفيسور سيمون قدامه بيقول مساء الخير يير، وبيضرب عليه نار كتير، لكن كير ولا بيأثر في حاجه ويسيب سيمون اصابه خطيره. بس على اخر لحظه بيجي يوليوس وبينقذ سيمون، فكير بيضحك ويقول له انا اول مره اشوف واحد بيدافع عن اللي قتل عيلته. يوليوس في الاول مش بيهتم بكلامه، لكن كير يفضل يستفزه ويقول له استاذك ده هو السبب في موت عيلتك، مش مصدق؟ انا هحكي لك. وبيطلع ان مصاصين الدماء زمان كانوا بيحلموا يستولوا على كنز قبيله السيريوس، بس ما كانوش يعرفوا مكانه لحد ما وقع في ايديهم خريطه مهمه جدا بتشرح بالظبط مكان القبيله. وبيضحك كير ويقول له بعت الرجاله خلصوا على كل القبيله. يوليوس بيتعصب جدا وبيبدا يظهر عليه علامات القوه، وبيجوا على كير اللي كان لسه بيضحك عادي جدا، وبيقدر يغرز السيف في قلب يوليوس، بس يوليوس بيكسر السيف ويشده من قلبه ويخبطه في قلب كير بيخلص عليه. كير من الصدمه انه انهزم بعد كل السنين دي ملحقش حتى يتوجع، هزق يوليوس واتحول لرماد. اما يوليوس فبيهجم على البروفيسور سيمون وبيلاقيه مستسلم خالص ليه. ساعتها بقى بيقول له سيمون اقتلني، انا كنت مستني انك تعرف وتقتلني. بس يوليوس بيرفض وبيفضل يلومه ويقول له قبل ليه انقذتني؟ ليه حافظت عليا وربيتني؟ ليه عملت معايا حاجات حلوه وخلتني احبك؟ سيمون بيقول له يا ابني انا ندمت بس متاخر قوي، كنت مفكر ان تربيتي ليك هتغفر كل البلاوي اللي انا عملتها، وانا معاك دلوقتي عشان انقذ كل اللي انا عملته. بس يوليوس بطريقه ويرفض يقتله. بتنتهي المعركه على خير، والشباب بيساعدوا في تصليح بيت السيد كويزاكي، طبعا يعني هم اللي دمروا الدنيا. اما كاي وزمايله في الضباط الكبار بيهزقوهم عشان خرجوا بقوه من الجيش بدون تصريح، بس هو بيقول لهم اي حاجه عشان موضوع مصاصين الدماء ما ينتشرش. نرجع بقى للبروفيسور سيمون ويوليوس اللي كانوا بيتكلموا عن موضوع كنز سيريوس، وبيعرفوا البروفيسور سيمون ان الكنز مش هيظهر الا لشخص من دم سيريوس، واكيد ابوه هو اللي بينقذ الكنز حاليا. ويوليوس اقتنع بالراي ده لانه قال له اصمد وحافظ على نفسك حي. بعدها بقى بيروح البروفيسور سيمون للبار عشان كان باخد اشارات من هناك، فبيسمع صوت وبيطلع انه كاي بيقعد مع بعض، وكاي بيقول له ايه بقى ناوي على ايه؟ هتقتل مصاصين الدماء ولا هتدور على كنز سيريوس؟ وبيطلع انه عارف كل حاجه، وان كان في ضابط من زمايلي زمان طلع في مهمه عشان الكنز ده وكان اسمه سوكي، بس للاسف اختفى، وهو دلوقتي مطلوب منه يروح يكمل المهمه دي. في الوقت ده بقى كان الزعيم يوجيف قاعد في المنتدب مع المساعدين بتوعه، واللي بيجيبوا خبر موت كير، ولما بيعرف انه مات على ايد يوليوس بيفرح، مش فاهم السبب بصراحه، وبيقول لهم خلاص انا هروح اقابله بنفسي. بعدها البروفيسور سيمون بيقعد مع الفريق ويحكي اللي حصل، وبيعرفهم ان يوليوس المفروض يسافر عشان يعمل رحله كده لوحده، وهم هيتتبعوا من هنا، والكل بيوافق وبيودعوا يوليوس اللي بيروح يركب القطر لوحده. نسيبهم بقى ونروح لذكريات ميخائيل اللي افتكر بعد ما مصاصين الدماء قدروا ان هم يضربوا كذا ضربة وكان خلاص على وشك انه يموت، لكن بيجي القائد ييف وبيشوفه ويقول كفاية عليهم واحد طالما التاني مات، ويحولوه لمصاص دماء. وبنعرف ان كل دي ذكريات في دماء ميخائيل، وهو وقتها كان راكب المنطاد مع العالم المجنون اللي كان متحمس جدا لانه اخيرا هيروح يقابل زعيم مصاصين الدماء ييف، على عكس ميخائيل اللي ما كانش طايق نفسه. ولما بيوصلوا العالم المجنون بيفضل يشكر زعيم مصاصين الدماء انه وافق يقابله، وبيفضل يمجد فيه ويقول له قد ايه انه شخص عظيم، على عكس ميخائيل اللي بيبقى مش مهتم. رغم كده زعيم مصاصين الدماء بيتكلم معاه، هو بيقول له انه مبسوط انه شافه تاني ويسمح له يدخل وراه. اما العالم المجنون ولا حد بيعبره، وبيبقى مستغرب اصلا هو ليه ميخائيل بيتكلم كده مع الزعيم ييف. في الوقت ده كان يوليوس خلاص ركب على السفينة اللي متوجهة لمدينة سليح، وقعد يفتكر كلام البروفيسور سيمون لما حكى له عن المخطوطة اللي لقاها، وعرف منها إن الكنز ده كان لازم قبيلة السيريوس يخفوه دايما لأنه كان مطمع، واللي المفروض يحميه لازم يكون شخص من دم ملكي ومن قبيلة السيريوس، غير كده مش هينفع. وعشان كده سيمون بيأكله إن احتمال كبير يكون والده دفن نفسه مع الكنز عشان يحميه. مش كده وبس، ده بيقول له كمان على المدينة اللي كانت الموطن الأساسي قبيلة السيريوس قبل ما يتحركوا للمكان اللي كانوا عايشين فيه قبل كده، وهو ده المكان اللي رايح له يوليوس. أما بقى بالنسبة لميخائيل وييف فيكونوا وصلوا أصلا للجبل اللي عاشوا فيه قبيلة السيريوس ويدخلوا جواه، وبيكون ميخائيل أول مرة يشوف الجبل ده واللي بيبقى شكله غريب جدا ومهيب، وبيحكي له ييف إن ده كان الموطن الأساسي لقبيلته قبل ما يهربوا منه. الغريب بقى إن هم بيشوفوا رموز وحاجات على الجدران كتير جدا ومحدش بيبقى فاهم معناها، لكن سيف بيقول له إن الرموز دي اللي كانت القبيلة بيتعاملوا بيها قبل كده، وبيتمشوا هما الاتنين ويقولوا إن في نهاية الكهف ده فيه بركان، وهو واثق ومتأكد إن ده المكان اللي مدفون فيه الكنز، وهو جايبه هنا عشان يضحي بيه. على الجانب التاني بقى
فيليب كان متضايق جدا من البروفيسور سيمون اللي حكى كل حاجة ليوليوس وخلاه يسافر للجبل لوحده عشان كان عايز يروح معاه، بس البروفيسور منعهم. رغم كده رجع وقال لهم إن هم هيعملوا المهمة بتاعتهم، لكن بعد ما يروحوا يطمنوا على صديقهم لأنه مش مأمن يسيبه لوحده أصلا عشان هو متهور. خلونا بقى نرجع تاني ليوليوس اللي أخيرا بيوصل للمدينة، بس بيحس إن في حد ماشي وراه فيدخل لمطعم عشان ياكل فيه، وبيحس برضه إن في شخص ماشي وراه، والغريب إن ريحته زي مصاصين الدماء. فعلى طول يوليوس بيبد إيده ناحية الشنطة اللي فيها السلاح. الأغرب بقى إن الشخص ده بيجي بيقول له ما تعملش كده لأن أنا مش مصاص دماء، ويقعد قدامه ويقول له أنا اسمي جون وأنا صياد زيك بالظبط. وكمان بيبقى عارف اسم يوليوس وعارف هو جاي ليه. يوليوس طبعا بيستغرب جدا، لكن جون بيقطع استغرابه ده خالص ويقول له أنا عارف إن أنت جاي عشان كنز السيريوس، وأنا كمان جاي عشان الكنز وعشان أخلص على قائد مصاصين الدماء ييف. وبيعرفه إن كل أصدقائه من الصيادين للأسف كلهم ماتوا وما عادش غير هو. يوليوس بيقول إن هو مش عارف أصلا هو بيتكلم عن إيه، بس جون بيقول له بقول لك إيه، أنا أعرف واحد عارف مكان الكنز، ولو عايز إن إحنا نتعاون أنا ما عنديش مشكلة. فعلى طول يوليوس بيوافق. في الوقت ده بقى كان ييف وصل هو وميخائيل لآخر الكهف، وفجأة لقوا قدامهم بحيرة كبيرة، وييف بيعرف ميخائيل إن البحيرة دي اتعملت عشان تحمي حاجة، والحاجة دي أكيد يعني الكنز مش محتاجة تفكير، ويقولوا إن اللي عمل كده هو أبوه. ولو أي بني آدم عادي أول مصاص دماء قرب من البحيرة دي هيسيح، لأن مية البحيرة شبه البركان بالظبط، لكن طبعا بما إنه ابنه وكمان من قبيلة السيريوس فأكيد هيعدي. فميخائيل يبقى رافض وقلبه مكسور، بس بيكمل ويمشي عشان يخلص، لأنه كان من جواه عايز ياخد الكنز ده عشان يبقى قوي ويخلص على مصاصين. بس للأسف مجرد ما بيحط رجله في المية بيحس إنها بركان مش مية عادية. رغم كده بيفضل مكمل ويمشي لحد ما بيقع على وشه، بس برضه بيفضل مكمل. ساعتها بيفهم ييف إنه مش هيقدر يكمل ولا هيفتح البوابة، عشان كده بيطلب منه يرجع. ولما ميخائيل بيرفض ييف بيسيطر عليه، ودي قدرة خارقة عنده، ويرجعوا غصب عنه. وقتها ميخائيل بيتضايق جدا وبيهجم على ييف بالسيوف، لكن ييف بيفضل يعذبه لحد ما بيغمى عليه. في قصر الصيد كيوساجي بقى بيكتشف فجأة كده إن بنته هربت من البيت وبتسيب له جواب كاتبة فيه إنها هتسافر تتعلم في لندن لأنها عايزة تشوف الدنيا، وبتودعه وبتقوله ما يزعلش منها، وهي على طول هتفضل تتواصل معاه. بيقول لا أخيرا بنتي كبرت وعقلت وعايزة تسافر لوحدها. المساعد بيفرح انه اتقبل الموضوع، بس السيد كيوزاكي بيقول له اتقبلت ايه؟ احجز لي طياره فورا، انا اكيد مش هسيب بنتي الوحيده لوحدها، وبنته اصلا كانت قاعده في القطر ومبسوطه جدا ان هي اخيرا اخذت حريتها. وبالصدفه بقى بيكون في نفس القطر ده الصحفي كاي، وبقدره قادر بنكتشف ان هما الاتنين رايحين لنفس المدينه. اما بقى يوليوس فبيركب عربيه جون ويروحوا هما الاتنين لوسط الغابه، وبيعرفوا جون ان الراجل العجوز اللي هما رايحين له ده ما بيحبش يختلط بالبشر، عشان كده هو من سنين عايش لوحده في الغابه. بس الصدمه بقى بيجي عدد من مصاصين الدماء وبيهجموا على الراجل العجوز مرة واحدة، رغم ان الراجل عايش لوحده في هدوء وفي سلام. ساعتها بقى يوليوس بيسأل جون هي ليه ريحته شبه مصاصين الدماء؟ اصل انا مناخيري ما بتخبش. فيقول له جون انا من كتر مصاصين الدماء اللي قتلتهم ريحتي بقت شبههم. وبيقطعوا فجأة جون وبيلف بالعربية بسرعة ويخبط على مصاصين الدماء اللي كانوا بيهاجموا على الراجل العجوز. يوليوس بقى بيظهر له البنتين تمارا وسمارا اللي كانوا في المكان، وبيفضلوا يستفزوه ويقولوا له هو انت زعلان عشان احنا قتلنا القبيلة بتاعتك، ولا زعلان عشان احنا حولنا اخوك لمصاص دماء؟ طب اقول لك على حاجة، ما تيجي تعيش معانا. وبيفضلوا يستفزوا فيه لحد ما فجأة بيقرروا يهجموا عليه مرة واحدة. يوليوس بيفضل يصدهم، بس المشكلة ان البنتين بيبقوا خفاف جدا ويقدروا يطيروا في كل مكان، وما بيقدرش يوليوس ان هو يمسك حد فيهم، لحد ما بيجي جون وبيفضل يضرب عليهم نار، فبيهربوا ويقولوا له هنتقابل تاني يا يوليوس. ساعتها بقى الراجل العجوز بيسأل يوليوس ويقول له هو انت من قبيلة سيريوس؟ فيقول له ايوه. الراجل بيرفع عليه السلاح ويقول له وعلى كده ابن أليكس جاي يعمل ايه هنا بعد كل السنين دي؟ ودي بقى كانت الصدمة الكبيرة، إنه أصلاً طلع يعرف أبوه يوليوس، لكن يوليوس ما بيرضاش يمشي ويدخل وراه وبيفضل يتريق يقول له لو يعرفوا أي حاجة عن والده. لكن الراجل بيطلب منهم يمشوا دلوقتي حالة من هنا ومش بيرضى يقول لهم أي حاجة، وعلى الرغم من إن هم بيفضلوا يتحايلوا عليه كتير لكنه ولا بيعبرهم، وبيمشوا هما الاتنين. وساعتها جون بيقول له أنا بصراحة كده شاكك في حاجة، يعني الراجل ده عايش في حاله في الجبل وملوش على الطاب حد، قال لي يخلي مصاصين الدماء يهجموا عليه النهارده بالأخص. ساعتها يوليوس بيستغرب ويقول له خصوصا ان محدش فيهم هاجم الراجل اصلا ولا قتله حتى. فجون بيستنتج ان هم اكيد كانوا عايزين يوليوس يعرف معلومات عن ابوه ويقول له ان هم لازم يرجعوا مره تاني هنا عشان يشوفوا موضوع الراجل العجوز ده. تاني يوم بقى بيصحى ميخائيل بعد العلقه اللي خدها دي ويلاقي تمارا وسمارا قاعدين مع ييف،
وبيكلموا عن يوليوس وقد ايه هو قوي وهيفيدهم لو حولوه. طبعا الكلام ده بيضايق ميخائيل جدا، لكن ما بيقدرش يقول حاجه، ويف بيفضل يكينه كالعاده ويقول له انه ملوش لازمه. تاني يوم بقى بنشوف جون ويوليوس هما ماشيين مع بعض، بس فجأة بيلاقوا قدامهم ريوكو وكاي، وبيبقى يوليوس مستغرب جدا ان هما الاتنين موجودين هنا، لا وكمان مع بعض. فيقعدوا هما الأربعة وتعرف ريوكو إن هي سافرت عشان تتعلم وتعتمد على نفسها، وإن هي قابلت كاي في القطر بالصدفة. فيتكلم يوليوس معاهم ويحكي لهم على اللي هو بيعمله هنا، وبيعرفهم كاي على المهمة بتاعته. وللصدفة بقى، شوف الصدفة، إن الشخص اللي هو جاي عشان يقابله بيطلع إنه كان صديق الراجل العجوز. فيروحوا له تاني ويتكلموا معاه، وساعتها يوليوس بيفضل يتريق، لكن الراجل العجوز بيقول له انا وعدت ابوك مش هحكي اي حاجه، ويطلب منه يرجع على القبيله بتاعته. ساعتها يوليوس بيحزن ويقول له ان ما عادش قبيله اصلا، وان مصاصين الدماء هجموا عليها ودمروها، خصوصا ان ما كانش فيها الكنز بتاعها اللي بيديهم القوه. ساعتها الراجل بيصعب عليه يوليوس، ولما بيبص في عينيه بيحس انه واقف قدام صديق اليكس. ساعتها بقى بيحكي له كل حاجه، ويقول له المكان اللي والدك مخبي فيه الكنز موجود تحت الجبل الاكبر، وان ابوه طلب منه ما يحكيش حاجه لاي حد، لكنه ما قدرش يسيب صديقه لوحده، عشان كده من ساعتها هو قاعد هنا في المدينه دي وما سافرش في اي حته. فيشكروا يوليوس، والراجل العجوز بيودعهم ويطلب من يوليوس يرجع حق اخوه ابوه اللي قتله قبيله توستاريوس. ساعتها بقى ميخائيل كان بيحاول يهرب من المنطاد، بس سمارة تمارا بيفقشوه وبيعلي صوتهم لحد ما بيجي ياف وبيلاقي كل الجنود واقفين بالسلاح. ياف بيقول له انا عارف ان انت نازل وكنت عايز تروح تجيب اخوك عشان ما يجيش ويفتح الكنز، بس ده مش هيحصل. وكانوا هيخلصوا عليه له، لان فجاه واحد من الجنود دول بيحصل له حاجه غريبه جدا وبيبدا يتحول. فبيطلب يف من تمارا انها تتخلص منه، وبتبقى عندها نفس القوه الخارقه انها بتقدر تسيطر على الجنود، بس الغريبه بقى انها ما بتعرفش تسيطر على الشخص ده، وبيتحول ويهجم على الجنود زمايله، لكنهم بيقدروا يخلصوا عليه. وساعتها بنفهم ان في فيروس اسمه فيروس الظلام، عامل بيسيب مصاصين الدماء، وان الحل الوحيد انهم يلاقوا الكنز عشان ينقوا السلاله. بالليل بقى بيكون البروفيسور والفريق وصلوا للقرية اللي كان عايش فيها قبيلة السيريس اللي اتدمرت، وبيقول لهم سايمون ان هو مش عايز يحس بالذنب تاني، وبيقرروا كلهم يجمعوا العظام المتبقية من آثار القبيلة ويدفنوهم ويعملوا لهم جنازة تكريم، عشان ما يحسوش ان الناس العظام دول ماتوا كده من غير ذكر حتى. تاني يوم الصبح بقى ريوك بتصحى لكاي وبتقول له ان هي مش لاقيه لا يوليوس ولا جون، واضح كده ان هم اتحركوا من وراهم، بس بيقول لها ما تقلقيش، انا شفت الخريطه اللي كانت معاهم وشفت الطريق اللي هيمشوا فيه وانا حافظه. فبتشكره ريوك وبيقرروا يروحوا وراهم، وبنعرف ان يوليوس هو اللي اقترح ان هو وجون يروحوا لوحدهم عشان ما كانش عايز يأذي اصدقائه. وبينزلوا من العربيه لان كان في عاصفه قويه جدا، بس يوليوس بيشوف نور جايه من بعيد، والصدمه انه بيطلع العالم اللي مجنون ومعاه شويه من الروبوتات بتاعته، ويقول بس اخيرا لقيته. نسيبهم هم هنا بقى ونروح للبروفيسور سيمون. بعد ما عملوا الجنازه دخلوا كلهم جوه المدينه، وبنكتشف ان البروفيسور سيمون جاي عشان هدف تاني، وبيدخل لمكان سري بيعرفوا المكان ده لانه يترجم المخطوطات القديمه اللي معاه. وبيحكي لفريقه ان شعب سيريوس العظيم كان عندهم قصه قديمه بتقول ان الكنز ده اتبنى عن طريق حضارات قديمه وفضائيين، لان في قوه عظيمه. وبيقدر البروفيسور سيمون انه يحل كل الالغاز والشفرات ويدخل لقلب القريه، وهناك بيلاقي جوهره صغيره كده، وبيقول ان الجوهره دي مهمه جدا لان هي اللي بتكمل الكنز، واكيد يوليوس محتاجها دلوقتي. وبيطلب منهم يجهزوا الطياره ويتحركوا بسرعه عشان يوصلوا ليوليوس في اسرع وقت، والكل طبعا بيبقى متحمس. نرجع بقى ليوليوس وجون اللي لقوا العالم المجنون ده قدامهم، ومعاه جيش من مصاصين الدماء اللي قدر انه يعدل عليهم وخليهم عباره عن آلات قويه جدا، وبيبقى هيجي بطريقه اوفر. جون بيقول له يا عم لو عايز تقتلنا اقتلنا وخلصنا، بس ما تكلمش كتير كده. وفعلا بيبداوا الجنود يهجموا عليهم، واللي بيبقوا اقوى بكتير من مصاصين الدماء العاديين، وبيفضل جون ويوليوس يحاربوهم وبس يحاولوا يتفادوا النار اللي بتخرج من ايدهم. ساعتها العالم المجنون بيقول لهم انه من فتره اكتشف المرض الخطير اللي انتشر بين سلاله مصاصين الدماء، وهو مرض الظلام، واللي بيخلي مصاصين الدماء يفقدوا قدرتهم على الخلود، ولو ماتوا مش بيتحولوا وبيفضل جسمهم زي البشر. وعشان كده القائد بتاعهم عايز يلاقي الكنز ده عشان يحمي قبيلته. الكلام ده بيخوف يوليوس جدا على اخوه، وعشان كده بيعمل حركه ذكيه، بيستغل ان مصاصين الدماء بيطلعوا نار من دراعاتهم، وبيفضل يسيح في الجرايد اللي حواليهم لحد ما بينجح ويقدر يوقعهم كلهم من على الجليد، وبينقذ نفسه وبينقذ جون. بالنسبه بقى للزعيم ييف، فبيتضايق جدا ان مصاصين الدماء اللي اتصابوا بالمرض ده واللي كان حابسهم كلهم ماتوا بسبب المرض وفقدوا كل حاجه. فساعتها بيقرر يخرج لوحده ويتمشى، وبيقول بينه وبين نفسه انه عدى 1000 سنه على بعض اللي بينهم وبين الشيطان، وانه مش عايز يخسر اي حاجه دلوقتي بسهوله كده، حتى لو ده هيخليه يدمر الكوكب كله. ساعتها كان اخيرا يوليوس وجون قدروا انهم يوصلوا للمكان اللي فيه الكنز، ويدخلوا الكهف واللي كان الموطن الاصلي لقبيله السيريوس. وفي نهايه الكهف لقوا البحيره دي، ولما نزل فيها يوليوس استغرب ان الميه اللي فيها زي البركان، كانه ماشي في نار. رغم كده فضل يكمل مشي، وقوته بدات تظهر، قوه يوليوس، وفضل ينادي على والده ويقول له انا عايز اعرف الحقيقه. ساعتها بيختفي يوليوس جوه البحيره دي، وبيبدا بقى يشوف اجزاء من ذكريات ابوه اللي كان شاب وسيم جدا وعايش وسط قبيلته في سلام.
وفي يوم ميخائيل ويوليوس كانوا بيلعبوا وهجم عليهم دب وما كانش حد هيلحق ينقذهم، لولا ان بيجي شاب غريب بيخلص على الدب وبيكون الشاب ده هو نفسه الجندي اللي كان متكلف يدور على الكنز السيريوس، وعشان كده بيستقبلوه اهل القريه وهو والد ميخائيل وبيكونوا اصحاب جدا. والظابط بيثق في اليكس ويحكي له على كل حاجه، وطبعا اليكس بيروح يحكي لابوه اللي لاول مره بيحكي له عن موضوع كنز السيريوس ده. وساعتها اليكس بيخاف على اولاده ويقول انه عايز يدمر الكنز ده او يخبيه لابد عشان ما يبقاش مطمع لاي حد. وبعد الحاح كبير الجد بيقول له ان اللي يعمل كده لازم يكون شخص من سلاله السيريوس النقيه، والشخص ده للاسف هيحمل كنز بروحه. وساعتها اليكس بيقرر وبيوافق وبيودع عيلته وبيمشي. ومن كتر الذكريات اللي بيشوفها يوليوس بيغمى عليه، وبيقوم بيلاقي ابوه جنبه وبيتكلم معاه ويقول له طالما انت عرفت كل حاجه خلاص امشي بقى. لكن يوليوس بيرفض، بيقول له ان كل حاجه اتدمرت والقبيله كلها ماتت واخوه حتى اتحول، وانه عايز ياخد حق عيلته، رغم ان ابوه بيرفض ويقول له ان الكنز ده سلاح ذو حدين وان اضراره اكتر بكتير من مميزاته. لكن يوليوس بيرفض ويقول له مش هيخرج من هنا غير لما ياخد الكنز معاه عشان يدمر اي حد فكر يلعب مع القبيله بتاعتهم. الاب بيشوف في عين ابنه الشجاعه وقوه وبيعرف ان مراته عرفت تربي كويس، فساعتها الاب بيقول له خلاص انا هخليك تعمل اللي انا ما قدرتش اعمله، لكن لازم تكون عارف ان ده اختيارك انت وانت الوحيد المسؤول عنه. وبيشيل جوهره من التمثال شبه الجوهره اللي البروفيسور سيمون لقاها وبيديها له ويقول له انا دلوقتي روحي هتطلع للسما وانا امك هنشوف انت هتعمل ايه، وبيودعه. بيصرخ يوليوس بينادي على أبوه اللي كان يتمنى إنه ينقذه ويرجع يعيش معاهم تاني. وساعتها بيطلع ضوء ضخم جدا من الكهف وبيبدأ يتهز بشكل غريب. يانيف بيشوف اللي حصل وبيتأكد إن يوليوس قدر يطلع الكنز وبيفرح جدا وبيقول لرجالته يلفوا بالمنطاد وينزلوا عند الجبل عشان ياخدوا الكنز بتاعهم. وبعدها يانيف بيضرب ميخائيل ويقول له أنا خلاص قدرت أوصل للي أنا عايزه من غيرك ومطلوب منك تنفذ آخر حاجة أنا عايزها. وساعتها يانيف بيسيطر على ميخائيل تماما وبيبعته هو وتمارا وسمارة عشان يخلصوا المهمة. والحمد لله أخيرا بيوصل كاي مع ريوكو، لكن ساعتها لما بيشوفوا الطيارة بتاعت يانيف بتقرب من المكان كانوا لازم يتحركوا بسرعة عشان يوصلوا ليوليوس. على الجانب التاني بقى بيكون البروفيسور سيمون وباقي الرجالة خلاص على وشك الوصول. اما بقى جون ويوليوس وهم خارجين من الكهف بعد ما اخيرا بقى معاهم الكنز بيقابلهم كاي وريوكو، وساعتها يوليوس بيوريهم الكنز بس بيبقى باصص له بنظره فيها استحقار كده، اللي هو بقى هي دي الحاجه اللي البشر ومصاصين الدماء قاعدين بيقتلوا في نفسهم عشانها. فريوكو بتقول له ان ده مش وقته خالص لانهم شافوا سفينه زعيم مصاصين الدماء بتقرب من هنا وبتطلب منهم يتحركوا بسرعه عشان يهربوا منهم. لكن يوليوس بيرفض ويقول لها انه هيطلع بنفسه وهيتصرف. وهنا بقى جون بيقرر يظهر على حقيقته وبيوجه المسدس ناحيه ريوكو ويقول حبيب قلبي لو عايز تخرج اخرج انت لوحدك، لكن هسيب الكنز هنا معايا. فكاي بيقول له انا كنت شاكك فيك، انت اكيد من المخابرات البريطانيه. فجون بيقول له ايوه، لكن يوليوس بيقول له لا انت مش من المخابرات، انت مصاص دماء وانا شام ريحتك من اول ما شفتك. جون بيضحك ويقول له انا كنت عارف ان انت ذكي، وفعلا بيطلع مصاص دماء. يقول له طالما انت عارف ليه ما قتلتنيش من بدري وفضلت معايا لحد ما جينا هنا؟ كنت ممكن تقتلني في اي لحظه او حتى سيبني اموت بدل ما كنت بتنقذني كل شويه. جون ساعتها بيقول له عشان انا شفت في عينيك ان انت صادق، انا عارف انت فعلا كنت صياد وان كل زمايلك ماتوا وان مصاصين الدماء حولوه غصب عنك، وعشان كده انا شفت في عينيك نظره الانتقام وده اللي خلاني اثق فيك. الكلام ده بيوجع قلب جون جدا ويبقى مبسوط ان اخيرا لقى حد يثق فيه، وعشان كده بيرجع تاني لصف يوليوس ويحطوا ايديهم في ايد بعض ويخرجوا من هنا. بس بيلاقوا تمارا وسمارة قدامهم، الاتنين بقى بيقرروا ان هم ما يهجموش عليهم، واللي بيهجم الاول بيكون هو ميخائيل وبيهجم بصراسه لدرجه ان يوليوس كان مستغرب ويفضل ينادي عليه بس بيلاقي عينيه لونها احمر، فبيفهم وقتها ان في حاجه غلط. وسمارة بتقول له ان حكم تسيطر عليه وده لانه ما كانش بيسمع الكلام، ودلوقتي بعد ما عادش ليه لازمه للسيد ييف فهو بقى بيسمع الكلام غصب عنه وهيخلص عليك. وكالعاده يوليوس ما بيرضوش يضرب اخوه او حتى يدخل معاه في قتال، وساعتها ميخائيل بيضرب يوليوس في صدره بالسكينه وياخد منه الكنز بكل سهوله وبيديه لتمارا اللي بتقول له شكرا وخلص انت عليه بسرعه بقى. تمارا بتطلعت حد ماسك في رجليها ومثبتها وبيطلع ان هو جون وبيقول لها مساء الخير وبيدي لها طلقه بيخلص عليها وياخد هو الكنز وبيطير ورا سمارة. اما بالنسبه ليوليوس فعينه بتدمع وبيبص لاخوه يقول له انه قابل بابا وقال له على حقيقه الكنز. ساعتها بيبدا ميخائيل يستعيد وعيه وبيبعد عن اخوه ويفضل يحاول يزقه بعيد ويقول له ابعد عني، لكن يوليوس بيفضل جنبه ويقول له انه مش هيسيبه. ساعتها ميخائيل بيتعصب ويقول له انا الكبير وانا اللي لازم احميك وانت ما ينفعش تفضل جنبي ولازم تهرب من هنا. بس يوليوس بيقول له انا اخوك الصغير وبحبك ومش هبعد عنك ولازم انقذك من اللي انت فيه وانت عملت عشاني حاجات كتير. ساعتها الاخوين بيعيطوا ويحضنوا بعض. في الوقت ده لا كان جون رايح ورا سمارة وكان خلاص هيخلص عليها، بس فرجع بيلاقي ايه في وشه. يوليوس بقى بيفضل مع اخوه خصوصا لما بيعرف انه راح قعد مع ناس المصابين مخصوص عشان يتصاب بالفيروس ويبطل يتحكم فيه، لكن يوليوس بيرفض يسيبه وبيفضل يسنده. بس للاسف ساعتها بيشوفوا ييف وهو مخلص على جون اللي بيعتذر من يوليوس ويقول له انا اسف اني خذلتك ويموت.
وساعتها بقى يوليوس بيتجنن، ويف بيجيب كل جنوده علشان يخلصوا على يوليوس وميخائيل، وبيطلع هو اللي الفنساس بتاعه. ومصاصين الدماء بعالم كبير جدا ولسه هيدخلوا في المعركه، بنلاقي فجاه ميخائيل بيقول لاخوه خليك انت هنا وانا هطلع اخد منه الحاجه، لكن يونس بيرفض. بس مصاصين الدماء بيبقوا اكتاف جدا، وعلى اخر لحظه بتوصل الامدادات وبتيجي الطياره اللي فيها البروفيسور سيمون، والفريق بيضربوا عليهم نار ويخلصوا على كل مصاصين الدماء حرفيا. وعلى ما بيخلصوا يوليوس بيجي يبص على اخوه بيلاقيه تور ورا ايف، فبيطلع يجري عشان ينقذ اخوه، وبيلاقي روكي بيتنادى عليه وبتديله السيف بتاعها وبتقول له يخلي باله من نفسه، وهي واثقه فيه، وهو بيشكرها وبيطلع يجري ورا المنطاد. ساعتها البروفيسور بيقول لهم يقربوا من المنطاد، وفعلا بيقربوا، وهو كمان بينزل على المنطاد عشان ينقذ ما يمكن انقاذه، وميخائيل بيكون قدر هو كمان يوصل للمنطاد. وساعتها بنشوف هيف اللي بدأ يعمل المراسم وقال التعويذه القديمه، وعمل الكنز علشان يتحدوا هما الاثنين ويبقوا شخص واحد وياخد كل قوه الكنز. وده بيبان في ملامحه اللي اتغيرت وعروقه، وحتى عينه اتحولت واحده فيهم وبقت كانها الجوهره بالظبط. وكده بنعرف انه اتحول بشكل كامل واندمج مع الكنز. البروفيسور سيمون بعد ما يكون قادر يدخل لقاده القياده، وساعتها لما يشوف يوريوس وهو بيحاول يوصل للمنطاد بيعمل حركه سريعه وبيخلص على سايقين المنطاد، وللاسف واحد فيهم بيضربه بالسكينه، ولكن البروفيسور بيقدر يخلص عليه، وساعتها بيسوقه هو المنطاد ويقرب من يوليوس اللي كان بيجري بكل قوته وبيحاول انه يمسك في المنطاد لحد ما على اخر نقطه بينط ولما بيمسك فيه. اما لا ميخائيل فبيقتحم من مكانه ويقف قدام ياف ويقول له خلاص نهايتك قربت، وبيطلب منه يديله كنز، بس بيقول له ده كان على عيني والله، خلاص انا والكنز بقينا شخص واحد. والكل بيتفاجئ من شكله اللي بقى مرعب جدا، وبيحاول ميخائيل انه يهجم لكنه بيبقى اخو واسرع منه بكتير. وساعتها بيجي يوليوس كمان وبيبص ليهم هما الاثنين ويقول لهم كويس عشان نخلص عليكم انتوا الاثنين مره واحده. اما بقى بالنسبه لسماره فبتقعد تمجد في ايف وبتقول له اخيرا القائد العظيم بتاعنا قدر يستولي على قوه الكنز، وبكده هتقدر تساعدنا وتخلصنا من مرضنا اللي احنا فيه. لكن ياف بيقول لها مرض ايه وخلصكم ليه؟ انتوا كنتوا مجرد خطوه في حياتي وقدرت انا اسيطر عليكم وانتوا مشيتوا ورايا، ودلوقتي انا معايا القوه اللي هتخليني من السلالات النقيه النادره في العالم. وعلى الرغم انه مقتنع ان القوة او الكنز ده خاص بقبيلة السيريوس وانهم ذئاب نقية، الا انه بيفضل يقول على يوليوس وميخائيل ان هم مجرد كلاب وغير وفيين. بس سامورا بقى بتستغرب جدا من تصرفه ده. مش كده وبس، ده بيمسك واحد من مصاصين الدماء اللي بيشتغلوا عنده ويخلص عليه ويقول لها ان انت ضعفين جدا واقل بكتير من ان انجيكم واخليكم تعيشوا كمان 1000 سنة. القوة دي لي انا لوحدي. وهي بتتفاجئ ان الشخص اللي ضحى بحياتها وكمان اختها ماتت عشان تنفذ له طلباته بيعمل فيها كده. وياف بيقدر يسيطر على سمارة وبيجذبها ليه عشان يخلص عليها وياخد قوتها لانها قويه. لولا ان يوليوس بيتدخل ويبعدها عنه كان زمانه مخلص عليها. وسمارة اصلا بتستغرب هو ليه بيعمل معاها كده رغم ان هي اذته كتير جدا. ويوليوس بيقول لييف ان حتى لو هو اخذ الكنز فهو ما يستحقوش، حتى اعوانه اللي بيدعموه هو دلوقتي بيتخلى عنهم لانه انسان اناني، اقصد مصاص دماء ملوش لازمه. وكل ما حد بيحاول يهجم عليه بيضربهم وبيبقى قوي جدا، لحد ما فجأة بعد ما قال لهم أنا خلاص بقى عندي أكبر قوة في العالم وبقيت أقوى شخص وهخلص عليكم كلكم، فجأة لقى نفسه بيحصل له حاجة غريبة وتحولات غريبة، وبيبدأ يمسك دماغه وجسمه بيتغير. وفعلا اللي بيحصل جسمه بيبقى غريب وبيطلع له جناحات ووشه بيبقى بشع جدا. فساعتها ميخائيل بيجذب انتباهه وياخده ويخرجوا بره المنطاد، وبتدور بينهم معركة قوية. أن ويلس لما بيشوف سايمون اللي اتصاب وبقى تعبان جدا فيروح يجري عليه ويحاول ينقذه. سايمون بيسأله هو ليه فتح القفل بتاع الكنز وكان لازم يخليه لكاله، لكن يوليوس بيقول له انه فاهم من والده ان الكنز ده عشان يفضل موجود لازم يندمج مع حد ويقدر يسيطر عليه. فساعتها سامين بيقول له وانت مش هتقدر تسيطر عليه من غير الجوهره التانيه، الجوهره اللي لقاها في قلب القريه اللي عاشت فيها القبيله، وبيديها له ويقول ان ده الجزء التاني من القوه وهي السيطره عليها، لانه لو اخذ الكنز لوحده مش هيعرف يسيطر عليه وهتبقى شبه هياف كده. وبنفهم ساعتها التحولات اللي حصلت له دي بسبب انه مش قادر يسيطر على الجوهره. فساعتها يوليوس بيهرب بسرعه ويروح ورا ياف، وبيفضل هو واخوه يحاولوا يخلصوا على ياف. بس المشكله حاجه بقى انه بيبقى قوي جدا، وكل ما بيقطعوا جزء من جسمه دراعه او رجله بينمو تاني، وبيفضلوا كده لحد ما بيقطعوا رجله اكتر من مره، وفجاه بيلاقي نفسه رجله مش بتنمو تاني. فبيفهم ساعتها يوليوس ان هما لازم يواجهوه ضربه قويه عشان يخلصوا عليه، وفعلا بيضربوا بالسكينه في ظهره، لكن ياف بياخد نفسه وبيطير، لكن ييمس بيروح وراه ويضربه بالسكينه في ظهره، لكن ياف بيضربه ووقعه. بس بيجي ميخائيل ويشد اخوه وبيطيروا لحد ما بيوصلوا عند ياف، وكل واحد فيهم بيضربه، وميخائيل بيدبس ايده في عين ياف وياخد الجوهره، وبينتحي ياف ويموت والاخوات يرجعوا. بس للاسف ميخائيل كان خلاص المرض سيطر عليه ومش هيقدر يعيش اكتر من كده، وبيودع اخوه بيوعد انه دلوقتي بقى شايفه راجل كبير ويقدر يعتمد على نفسه، واسعد حاجه انه هيموت ما بين ايديه. وفعلا بيموت ميخائيل بين ايدين اخوه اللي بيبقى حزين جدا عليه. اما سامون فبيغمى عليه وبيحلم انه يشوف يوليوس قدامه بعد ما بقى معاه القوه الكامله واندمج مع الكنزين مع بعض. بيطلب من سايمون يخلي باله من نفسه ومن الفريق
أما هو فلازم يتنقل من مكان لمكان عشان محدش يقدر يقبض عليه أو ياخد الكنز، ومن هنا رايح بقى عايش عشان ينقذ تراث العيلة. بيمر على موقف ده شهور، وبيقوم سايمون بيلاقي نفسه في المستشفى والفريق كله حواليه، ويقدروا إنه أغمى عليه وإنهم أنقذوه فيشكروهم. بس لما بيسألوا عن يوليوس ما بيقدرش يقول لهم أي حاجة غير إنه سافر ومحتاج يبقى لوحده الفترة دي. واليوكو بقى أخيرا بتعقل، وبنعرف إن هي اشتغلت مع كاي بعد ما اترقى في الجيش، وتقول له إن هي خلاص هترجع لباباها، وإنه كان تصرف أناني جدا إنها تسافر وتسيبه لوحده، وعشان كده هي هتدرس وهي موجودة معاه، حتى لو هتسافر فهتاخده معاه. وكل الناس بتبقى حياتها مستقرة لحد بعد كام شهر ما بيجي اتصال لسايمون من المنظمة، وبيعرفوا إنه جالهم خبر إن في راجل بعين واحدة ومعاه بنت مصاصة دماء. فيقول سايمون لفريقه بسرعة يجهزوا عشان أكيد الشخص ده هو يوليوس، والبنت اللي معاه دي سامورا. هم لازم يلحقوا قبل ما المنظمة تمسكه. وفعلا بنشوفهم هما الاتنين وهم قاعدين في القطر، وكانت سامورا بتقول له تعال احولك، لكنه بيقول له لا، وان هما الاتنين بقوا اصحاب. اما هو فعايش حياته عشان ينقذ تراث عيلته. ولحد هنا نكون خلصنا الجزء ده من الأنمي بتاعنا. استنونا في الجزء اللي جاي، ولسه في حاجات جامدة جاية. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم. سلام.